السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ احلى مسا على احلى جمهور في الدنيا، الجمهور اللي حمر عينه للاعيبة، اللي سببها وسبب تحميرة العين كانت النتيجة النهاردة سداسية، ولا احلى سداسية. 6-1. 6-1 لأحلى نادي في الكون وأعظم نادي في الكون، النادي الأهلي. بسبب الهتافات وسبب تحميرة العين من جمهور النادي الأهلي، اللعيبة اتوترت، اللعيبة خافت. ما جناش الشوط الأولاني، كان نتيجتها ما جناش الشوط الأولاني. النادي الأهلي ما جاش الشوط الأولاني، ما عملناش أي هجمة كويسة. بس بعد الشوط التاني عرفنا نرتب خطوطنا بعد جلسة ما بين الشوطين مع كولر. لا، الفرقة اتغيرت 180 درجة. 5 تجوان في 45 دقيقة، يعني جون بمعدل كل 9 دقايق. يعني لو كنا بدأنا الشوط الأولاني بنفس الشوط التاني كان زماننا جايبين 10-1 ويمكن أزيد. ديت ليلة بطلها جمهور الأهلي، ليلة بطلها جمهور الأهلي، وماتش بطله وسام أبو علي الفدائي بهاتريك، ولا جون عالمي لإمام وحسين الشحات وبيرسي تاو. الله أكبر عليهم، الله أكبر. كان فين الأداء ده؟ ما شفناش الأداء ده في كأس العالم. كنا زماننا دلوقتي لعبنا ريال مدريد. يلا مش هنتكلم في القديم. ارجع اقول هتافات الجمهور هي اللي غيرت الماتش، هي بسببها السداسية. محمد الشناوي ما توقعش ان الكورة تخش في جون بالشكل ده، ما قدرهاش صح. بس عاوز ارجع واقول للجمهور انتوا قسيتوا عليه. ف هو وكهربا واحتفتوا ضده، هو وكهربا. هو ياما شال النادي الاهلي. هو صحيح النادي ما بيقفش على حد، لا كبير ولا صغير، بس احنا قسونا عليه وعرف غلطه. واتمنى الشدة اللي اتعملت عليه هو وكهربا بلاش منها، يعني ايه، نخفها شوية عنهم دلوقتي. اليومين دول الجايين هنلاقي في فرق في المستوى. احنا خلاص ورانا لهم من الحمر وعارفين اللي مش هنسكت. ويلا امشي خد كهربا وامشي. هما اللي محتاجين النادي مش النادي اللي محتاج. وعلى ما اظن المستوى بتاعهم هيختلف من بعد الماتش ده. لعب وفن، كلية، جامعة، بتعلم العالم كله ازاي تلعب كورة. هو النادي الأهلي، جامعة النادي الأهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي على الفوز 6-1، والقادم أفضل إن شاء الله. بصراحة الشوط الأولاني اللي كان فيه كويس جدا أكرم ومروان ورضا، دول كانوا بطل الشوط الأولاني، رجالة المباراة أو رجالة الشوط الأولاني. الشوط التاني الفرقة كلها رجالة، الفرقة كلها رجالة. أتمنى إن النادي
يمشي على السيستم ده، يمشي على المستوى ده. مش مفيش بطولة هنسيبها او هنضيعها. انا كنت خايف من الشوط الاولاني ان الاهلي بعد كاس العالم لما يرجع ومستواه يبقى بالشكل ده، يبقى كده الموسم ده يبقى صفر. حصلته صفر، كنت خايف من كده. بس بعد ما اللعيبة قعدت مع نفسها وركزت، نزلت الشوط التاني 5 تجوان كل 9 دقايق بجون، بمعدل كل 9 دقايق جون. لا، لا فعلا. كده أنا خلصت معاكم الحلقة دي. نشوفكم ان شاء الله على الحلقة الجاية بإذن الله. الحلقة الجاية تبقى أخبار ومعلومات، تبقى حلقة كويسة. استنوني الحلقة الجاية، وأتمنى اللي مشتركش يشترك يوصل له الجديد. لايك حلو، أنا عاوز الحلقة دي توصل ل10,000 لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.